مساء الخير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. دورة تدريبية في الإدارة في جنوب البحر الأحمر. دعوة لتعزيز دور المجتمع لرعاية الأمومة والطفولة في القاشبركة. جهود لتوطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة. مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. الصين تتعهد برد حاسم على لقاء مسؤولين أمريكيين رئيسة تايوان. دول في أمريكا اللاتينية تعلن عن خطة موحدة لمحاربة التضخم. من العناوين إلى التفاصيل. نظمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر دورة تدريبية للمدربين بالتعاون مع مركز الكفاءة المؤسسية في الفترة من 23 من مارس وحتى 2 من إبريل بمشاركة 31 عضوا. وفي مراسيم اختتام الدورة التدريبية في 3 من إبريل أوضح منسق التدريب السيد جرماي مسفن أن التدريب اشتمل على سبل استكشاف متطلبات التدريب وخطط وبرامج التدريب ومتابعة وتقييم نتائج التدريب. وتلقى المتدربون الشهادات من يد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد مانتاي وسكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزان ميكيل. وكان إقليم جنوب البحر الأحمر قد نظم دورة تدريبية في الإدارة والقيادة في 26 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر من العام الماضي. دعا مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة في الاجتماع الذي عقده في تسني يومي 1 و2 من إبريل دعا لتعزيز دور المجتمع للدفع بالجهود الجارية لخفض وفيات الأمهات والأطفال إلى أدنى مستوى. وأوضح مسؤول الصحة والأسرة والمجتمع في المكتب السيد محمد سعيد نور الدين في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو مكاتب الوزارات ومدراء المديريات والضواحي والاتحادات الوطنية ورجال الدين. أوضح بالرغم من انخفاض وفيات الأمهات والأطفال على مستوى البلاد إلا أنها تزداد في إقليم القاشبركة ويجب التعاون والتنسيق بين كافة الجهات للسيطرة عليها. وذكر مسؤول التوعية والمعلومات السيد سلطان حقوس أن عدم القيام بالمتابعة المنتظمة أثناء الحمل وبعد الولادة والولادة في المنزل ومشكلة المواصلات والحمل غير المرغوب فيه وزواج القاصرات والإجهاض غير الآمن وختان الإناث ونقص الغذاء المتكامل وفقر الدم وضغط الدم العالي ومرض الملاريا أثناء الحمل من الأسباب المعرضة للحوامل إلى الوفاة. وقال مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة الدكتور حيلوم كيداني إن مبادرة اتخذت عام 2019 للعمل ببرنامج لكنها لم تحقق المرجو، موضحا بأن وفيات الأمهات خلال الولادة سببه الإهمال والعادات البالية، داعيا الشعب للاستفادة الجيدة من المؤسسات الصحية. وشدد لتعزيز دور الإدارات والجهات الشريكة لتغيير نظرة الإنجاب الصحي المقتصرة فقط على الحوامل وتقوية التوعية في أوساط الشعب. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاشبركة السفير محمد علي جابر الضغوط الكبيرة التي تخلقها وفيات الأمهات على الأسرة والمجتمع والوطن، وحث للقيام بدراسات للتعرف جيدا على ظواهر سبب وفيات الأمهات والأطفال، مؤكدا على تعاون الجبهة مع جميع الجهات. وأوصى الاجتماع لبناء غرف انتظار الحوامل في المؤسسات الصحية ووضع حد للولادة بالوسائل التقليدية والدفع بتجميع القرى والعمل بقوى للتبرع الطوعي بالدم ومكافحة العادات الضارة بهدف خفض وفيات الأمهات والأطفال. تساهم بساتين روبروبيا في مديرية فورا في سد احتياجات أسواق المنطقة واستقرار الأسعار. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد تسفاي تولى أن إنتاج هذه السنة غطى أسواق روبروبيا وفورا والحزين
وأرسل الفائض إلى أسواق مصوعة وأسمرة مشيدا بجهود المزارعين. وذكر القيام بأنشطة تقديم الإرشادات المهنية للزراعية والرد على أسئلة المزارعين. وأوضح المزارعون الانتقال من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة وتطور أنشطتهم الزراعية نتيجة توجيهات المهنيين الزراعيين، منادين لتوفير المبيدات الحشرية. وأفاد المزارع عثمان خليفة الذي ينشط في أوروبا حداث تحقيق نتائج مرضية من زراعة الخضروات. وقال السيد عثمان عضو في جمعية معاقي الحرب أنه بدأ العمل بدعم التأهيل المالي المقدم له من الحكومة، وقد وسع نشاطه الزراعي متشجعا بالنتائج التي حققها ودعم وزارة الزراعة لتنمية النخيل. دعا مسؤول التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ كفلي عند ميكيل لتوطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة لتحسين نتائج الطلاب. وأوضح في ورشة العمل التي نظمت في 30 من مارس على مستوى مديرية كرن بأن عملية تحقيق كفاءة التعليم تحتاج لمزيد من العمل والتنسيق مع الشركاء. وقال مسؤول التعليم في مديرية كرن الأستاذ يوسف عقبة سلاسي أن توثيق العلاقة بين أولياء الأمور والمدرسة من عوامل فاعلة في نتائج التعليم. وقدمت في الورشة ورقة عمل عن تغيير والتطور الذي أحدثته لجان أباء مدرستي السلام والنهضة في قطاع التعليم. ودعا حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى لتعزيز المشاركة المرتكزة على المدرسة وتقوية مساهمة الأسرة ومتابعة لجان الآباء لإنجاح الاستثمار الجاري في التعليم. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في السويد مؤتمره الرابع يوم الأول من إبريل في مدينة أوبسال. وقدم في المؤتمر الذي شارك فيه مسؤولو الشؤون الشعبية والجماهيرية السيد سيراك بهلبي ومسؤول الشؤون القنصلية والإدارية السيد إسياس قبراي ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع أوروبا السيدة نيجستي سجاي وممثلات الفرع في 13 منطقة. قدم تقرير العمل ل4 سنوات وقرأت لائحة الاتحاد. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة بعد النقاشات التي أجراها، كما ألقيت كلمات تضامنية من التنظيمات الوطنية الإريترية. من ناحية ثانية احتفل الإريتريون في مدن مانهايم وميونخ وفربورغ الألمانية باليوم العالمي للمرأة. وأشاد المحتفلون بدور المرأة الإريترية في مراحل النضال السابقة معربين عن ثقتهم لمواصلتها مستقبلا. في غضون ذلك وصل الإريتريون المقيمون في جنوب السودان تبرعاتهم لمكافحة وباء كورونا، وقدموا في الدفعة الثامنة من التبرعات 64,596 دولار أمريكي و9,654,000 جنيه جنوب سوداني. وتبرع الإريتريون في جنوب السودان في 8 دفعات مبلغ إجمالي بأكثر من 1,020,000 دولار أمريكي. دعت جمعية معاقي الحرب المعاقين للاستفادة من مركز بناء الاجتسام المشيد في مدينة كرن الذي بدأ الخدمات العام الماضي لضمان صحتهم. وأوضح مسؤول فرع الجمعية في إقليم عنسبة السيد شامولي واللقرقيس أن المركز الممول من أعضاء الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في ألمانيا يضم معدات حديثة ويشرف عليه خبراء بناء أجسام. وذكر السيد يوناس كحسي الذي يعمل في المركز وجود معدات كافية تتناسب مع مصاعب المعاقين، داعيا المعاقين وسكان كرن عامة للاستفادة من المركز. وأوضح المعاقون والشباب المستخدمين للمركز أن حركة الجسم تهم الجميع وخاصة للذين لديهم مشكلات في العضلات. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت كوريا الجنوبية أنها أجرت مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة شملت قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل من طراز B-52H قادرة على حمل أسلحة نووية.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن النشر المستمر لأصول استراتيجية أمريكية رئيسية في شبه الجزيرة الكورية يعد عملا داعما لتصميم الولايات المتحدة للدفاع عن أمريكا الجنوبية عن كوريا الجنوبية. وأضاف البيان أنه تم إعادة نشر القاذفة الأمريكية من طراز بي 52 اتش في الجزيرة الكورية بعد نحو شهر من مشاركتها الأخيرة في المنطقة. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية اتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتصعيد التوتر إلى شفا حرب نووية من خلال تدريبات عسكرية مشتركة تشمل أصولا استراتيجية أمريكية متعهدة بالرد بعمل هجومي. ويحذر مسؤولون في سيول وواشنطن منذ أوائل عام 2022 من أن كوريا الشمالية قد تجري تجربتها النووية السابعة في وقت وشيك. قالت الصين أن جيشها سيلتزم بمسؤولياته ومهمته وسيظل دائما في حالة تهاون قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيس تايوان مع مسؤولين أمريكيين بينهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الصينية حثت فيه الولايات المتحدة على احترام تعهدها السياسي الرسمي الذي قطعته لبكين بخصوص القضية التايوانية. كذلك نددت وزارة الخارجية الصينية باستقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي لرئيسة تايوان في كاليفورنيا وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية. والتقت سياسيين أمريكيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة في إطار جولة شملت غواتيمالا وبليزا الحليفتين الرسميتين لتايبي. وأضاف بيان الخارجية أن الاجتماع انتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة في إشارة إلى السياسة التي تعترف بها واشنطن رسميا منذ عقود. أعلن قادة 11 دولة في أمريكا اللاتينية الأربعاء عن خطة للتعاون فيما بينهم لمكافحة التضخم، وذلك في عقب اجتماع افتراضي دعا إليه الرئيس الأمريكي أندرياس مانويل لوبيز. وقال لوبيز أن الهدف من الخطة تأمين المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار أفضل لعامة الناس من خلال إجراء مثل إزالة الرسوم الجمركية وغيرها من العوائق التجارية، مضيفا أن الأولوية هي لخفض تكلفة هذه المنتجات بالنسبة للفئات الأشد فقرا وضعفا. بحسب بيان صدر بعد الاجتماع الذي ضم قادة الأرجنتين وبيليزا وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوبا وهندوراس وفنزويلا وسانت فينسنا وجزر كارتيني. وعلى الرغم من تراجع وتيرة الزيادات في الأسعار مؤخرا في بعض الدول مثل المكسيك، إلا أن لوبيز حذر من أن التضخم لا يزال يشكل تهديدا. واتفق القادة على إنشاء مجموعة عمل مكونة من ممثلين حكوميين من كل دولة لتحديد مجالات التعاون لا سيما في قطاع الأسمدة. قضى 5 أشخاص على الأقل جراء إعصار ضرب ميزوري وفق ما أعلنت سلطات الولاية الواقعة في وسط الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت مشاهد بثتها قنوات محلية أشجارا مقتلعة ومنازل مدمرة في قرية جليانيني الواقعة في جنوب شرق الولاية. هذا وأعلنت وكالة إدارة الطوارئ في ولاية تيسيني تسجيل 15 حالة وفاة مرتبطة بسوء الأحوال الجوية. وتعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة خصوصا في مناطق الوسط والجنوب. وأدت الأعاصير والعواصف الرعدية التي اجتاحت ولايات أمريكية عدة في نهاية الأسبوع الماضي إلى مصرع 32 شخصا على الأقل وفق السلطات. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. دورة تدريبية في الإدارة في جنوب البحر الأحمر. دعوة لتعزيز دور المجتمع لرعاية الأمومة والطفولة في إقليم القاشبركة. جهود لتوطيد العلاقة بين المدرسة والأسرة.
مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. الصين تتعهد برد حاسم على لقاء مسؤولين أمريكيين رئيسة تايوان. دول في أمريكا اللاتينية تعلن عن خطة موحدة لمحاربة التضخم. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.